السلام عليكم. حبيت نعمل فيديو يكون هيك سبونتاني. معناها نحكي، نعطي بعض القواعد اللي أي إنسان إن شاء الله يتبعهم يعيش في سعادة وطمأنينة. أول حاجة، تكون عندك نية صادقة لداخل في التغيير. أن تكون نيتك صادقة معناها باش تغير من نفسك، باش تراجع أخطائك وتحاول تصلحها، باش تكون كل يوم أفضل من البارح. وهكا معناها كيف تكون عندك نية صادقة للتغيير، ربي يعاونك تحس تسهيلات، ويكون التغيير سريع، معناها غابيد، مش كيما عبد آخر يحب يتغير أما النية ما تكونش صادقة. ديما مسألة مراجعة النية، ديما تحاول تراجع نيتك أي حاجة تحب تعملها. تراجع النية متاعك في أي شيء، في الزواج، في الدراسة، في العلم، في أي حكاية، معناها ديما تراجع النية متاعك. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى نياتكم ترزقون، حسب النية متاعك ربي يرزقك. حتى تكون ما عندكش فلوس، انه مثلا كي يجوا عندك فلوس تشري حاجة للفلان، تشري حاجة لفلانة، هكاك في الخيال. اما بعد ان شاء الله كي تتطبق في الواقع تكون مرتاح انه تحققت لك امنية من الاماني، وربي رزقك بفلوس وتعاون اصحابك، عائلتك، اخوانك. ثاني حاجة، يقول لك لا تبالغ في الخصومة. ايش معناه؟ ما يقول لك ما تفوتش 3 ايام الخصومه بينك وبين اخوك المسلم. علاش؟ خاطر ما تعرفش الانسان اللي انت مخاصمه قيمته عند ربي، المرتبه نتاعو عند ربي، حتى لو كان ما يصليش وعاصي وسكير ويعمل في المحرمات الكل. ما تعرفش على الخلوه نتاعو شنو قاعد يعمل فيها. ينجم انسان يصلي والخلوه نتاعو والعياذ بالله معناها تكون في المحرمات. نجم انسان يشرب اما كي يروح يبكي ويدعي ربي معناها باش ربي يغفر له. دونك نيته صادقه في التغيير. اذا كنا نحكيو على لا تبالغ في الخصومة، حاول ما تفوتش 3 ايام وانت مخاصم اخوك ولا صاحبك، صديقك، زوجك، اي انسان كان. ما تطولش اكثر من 3 ايام. ثالث حاجة، الادب. تتأدب مع العباد، كيفاش تحكي معهم، كيفاش تتصرف معهم. زادا ما تعرفش العبد اللي تتصرف معه، هذاك العبد اللي مقابلك وانت تحكي معه وتتصرف معه، ما تعرفش مقامه عند ربي. خاطر سبحان الله باش نحكيو على المقامات، مثلا فما المسلم والمؤمن والمحسن. آه مثلا بالنسبة للمحسن كي تظلم ما غير ما يدعي، جست ربي يشوف في قلبه انه متقلق من العبد هذاك، ربي ينتقم منه العبد الاخر ديريكت من غير ما يوصل يدعي. سبحان الله، عنده مقامه عالي عند ربي معناه. وكما قلت قبيلك، اللي مقامه عالي عند ربي ما تنجمش تعرفه، خاطر ما يظهرش روحه. في عبادته يظهر في خشوع ربي، في ظله، معناه يظل ربي. شنو اخر؟ قلنا دونك لا تبالغ في الخصومة، تحب الخير للناس، نيتك صادقة في التغيير. آه الحب المعرفة، حب القراءة والمعرفة، ديما تحب تقرأ وتحب تتعلم حاجة جديدة. في القرآن مذكورة ديجا: وقل ربي زدني علما. ديما تحاول تنمي قدراتك وتتعلم حاجة جديدة. وما تحقرش القراءة، معناها ما تكونش غالية ومدري شنو ومدري شنو ومدري شنو. كيما البارح مثلا، أنا عندي مدة نفركس على مكتبة جرير. مكتبة جرير هي مكتبة سعودية غالية شوية وتعنى تسكي تنمية بشرية. البارح وانا قاعد ندور مع اصحابي، لقيت واحد يبيع فيهم بلاش فلوس، بريسك ب5000 الكتاب. خذيت منه برشا كتب ديجا. فما هذا قواعد الحب، فما تسخير قوة عقلك الباطن، فما شرب دجاج هذا يحكي على قصص النجاح، وفما هذا أهم كتب في التنمية البشرية، يحكي على 50 كتاب اللي أثروا معنا في العالم. دونك ديما نقول لكم تكون نيتك صادقة في العلم والمعرفة، ربي يسهلك. سبحان الله. نحكي لكم حكاية صارت لي. وانا مشيت المكتبة وما مشيتش باش نشري كتاب، جست كيك ندور. قعدت فكرت، قلت له اسكو عندك كتاب؟ سميت له كتاب. قال لي عندي النسخة الاخرى، وانا عندي عام نفركس عليه. سبحان الله، كان موجه جست ليا. كيما قلت لكم، نية صادقة. تكون نيتك صادقة في العلم والمعرفة، تتسهلك في الفلوس والكتاب يجيك لحد يدك. أه باهي. فما الكارما في الإسلام. الكارما هي معناها كيما تعمل تلقى. إذا كان أنت تبعث حب الإنسان يرجع لك حب، تبعث كره يرجع لك كره. دونك حاول ديما اعمل حاجة تحب الآخرين يعملوها لك، تحب العباد يحبوك، تحب العباد معناها
يحسنوا لك احسن من العباد، تعطيهم كلمة طيبة، ضحكة، ابتسامة، فلوس، معناها مش كل معاملة كان بالفلوس، حتى بالضحكة. انسان تلقاه في اللحظة ذيك مستحق انت تضحك له ولا تبتسم له. دونك القواعد نعاود نراجع. كيما تعطي كيما تقبل، دونك اعطي حب باش تقبل حب. النية الصادقة في التغيير، حب الناس، وتعلق بالعلم والمعرفة. اللي يتعلق بالعلم والمعرفة ان شاء الله يموت معناها من الحكماء، يكون حكيم. معناها تبي يبدا قاعد في قاعدة يبدا صامت، وكي يقول كلمة يقولها في بلاصتها، وكمان عنده سمت، عنده وهر. ما يقولش اللي يجي ديما يتكلم. كان نشوفوا لي بلاتو متاع تلفزة ديما يتكلموا ويناقشوا ويقولوا في حكايته، ما فماش برودكسيون، فماش انتاج. ديما اذا كان تلقى عبد يناقش في الاشخاص ابعد عليه. العظماء يناقشوا الافكار، ما يناقش العبد. ثانيا انا عندي مشكله يناقش الفكره، المشكله اللي عندي انا مش يناقشني انا كاحمد. هم يسبوا العباد وتوب وفلوب وريق بيت. ما يقدموش. ماذا بيك ما تتابعش التلفزة، ماذا بيك ما تتابعهاش، خاطر تخليك عايش في اوهام. بالحق التلفزة تخليك ديما عايش في اوهام، ما تخليكش مركز على روحك، ضيع تركيز. واهم حاجة ركز على روحك. راهو فما عباد يقولك شبيهم ما يحكيوش على عباد، خاطر هما ديجا مركزين على رواحهم ويشوفوا لي ديفو نتاعهم. دونك يقولك انا معبي باللي ديفو، دونك علاش نركز مع الديفو؟ دونك ركز على روحي، نصلح من ديفو وكل شيء يجيب طبيعته. نحاول نشوف لكم قواعد من كتاب قواعد الحب. بون لا تلقي باللوم على والديك، جيت قدامي. قال لك كيف لنا أن نتوقع من الإنسان ألا تذل قدمه طوال 18 عام. سبحان الله، معناها تلقى بوك وامك ربك 18 سنة باز جاتها مشاكل أسرية، مشاكل عاطفية، مشاكل مالية. دونك إذا كان مرة هكا لقيت مشكلة مع امك وابوك، حاول تجاوز عليهم. هما يشوفوا في الطريقة ذيك هي الصحيحة في التربية نتاعك. ما تقفش على السيستم تاعهم تاع التربية اللي ربوها لك. تنجم تتجاوزها. وهما ما شاء الله من يا ربي فضلهم وصلوك وقراوك وعاونوك بالفلوس وحطوك في البلاصة اللي انت تستحقها، وتكمل على روحك من بعد باش تعوض لهم. تحاول ديما تعوض لهم. شو باش نقول؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ضاعت. قلت لكم هكاك فيديو مش محضرها سبونتاني. باهي فما كتاب هذا نتاع حياة محمد صلى الله عليه وسلم، نتاع محمد حسينين هيك، مفكر المصري المعروف. خاصة يحكي على رد المستشرقين، معناها يرد على المستشرقين في الكتاب هذا. كتاب تحفون والثمن نتاعو 10 دنانير. الكتب اللي قلت لكم هذوما ب5000، معناها ال4 ب20. اللي يحب يقرأ ربي يسهل ويلقى جست نية صادقة وتلقى كل شيء. أي حاجة ديما نرجعوا للنية. النية رأس المال. أول حديث في ال40 نووية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. راجع نيتك في علاقتك مع الآخر، في علاقتك برب، وخاصة مع ربي. نسيت حاجة مهمة برشا، سامحوني. فما حاجة تتسمى اسمها الصدق مع الله. انت باش تعمل حاجة، اي حاجة، عندك نية من داخل. النية ذيك صحيح ربي يرقب فيك، كما لازم تستعرف وتقول له يا ربي راني ماشي البلاصة ذيك باش نعمل حرام، اغفر لي، وانا عارف اللي انت ما تستحق كان الباهي وتستحق العبادة، اما ضعفت وارحمني. ومعناها الانكسار هذا، الاشياء هذه ما تعلموهاش في الفاكولتي ولا في المدارس. هذه تستحق رقة قلب والوصول الى هذه المعنى. المراحل هذه تكون بالتقوى. خاصة في القرآن فما آيات باش تفهمها باش تدبرهم تستحق رقة قلب، ما تستحقش علم راهو تسد تفاسير وتقرا وتعاود. فقط رقة قلب. ورقة القلب باش تجيب الإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس وحب الناس وجبر الخواطر. ما تحاولش تكسر الخواطر، حاول تجبر الخواطر.
وتحس كما قلت لكم شونجمون غابيد، يعني سبحان الله التغييرات السريعة أسرع من إنه إنسان يمشي على طريق آخر. أنت تمشي على الطرق هو يمشي طريق متفرع، يمشي على ثانية وعلى غابة وأشجار ها أنت تشد الطريق بوف تجري في 220 كيلومتر باور. كنت نحكي لكم على الصدق مع الله والتقوى ها هنا. يقول لك التقوى ها هنا في القلب. واللي فركس اللي ما يفركس تلقاه على ربي وين موجود، ربي لهنا. يقول لك في الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وسعني قلب عبدي، ربي لهنا. كيفاش تستشعر كي تقرب منه؟ في القرآن فما آية يقول لك اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. وقتها ربي يحكي مع سيدنا موسى ديريكت مع غير سيدنا جبريل. اخلع عليك. فما اللي هما يفسروها بالظاهر متاعها، يقول لك نحي الخف متاعك واطلع على الجبل. بينما هي سبحان الله هي الانسان يدبر في معنى هذا، معناك انت تحكي مع ربي ديريكتومون لازم تنحي افكارك وعاداتك والحاجات اللي تربيت عليهم من المجتمع ومن العائله تسيبهم وتقبل على ربي بالفطره متاعك. كأنت كإنسان فيك نفخة إلهية، كإنسان طاهر خرج للوجود. جيت تطفل محلاك يخرج جديد بون يخرج يبكي هو من بعد تلقاه ما يعرفش يكذب ومقبل على الحياة وما يعرفش الخوف يتزرع من بعد. تلقاه يحب العباد ويضحك من قلبه ويبكي من قلبه، وحتى كي ياكل يغطس في الماكلة. تصور تشوفوا تفكروا البيبيات كي شد برج دليع يغطس فيه ياكل هكا يعيش اللحظة. سبحان الله ما يخممش في المستقبل كيفاش باش نعرس، كيفاش باش نقرا، كيفاش ناخذ الشهادة، كيفاش كونيكسيون قصة ريزو تاع الشارج تاع الريزو تاع الشارج وكريقة هذاك نتاع الحياة الإلكترونية سخيفة. 12 مينوت مع بعضنا إن شاء الله تحسن الإفادة. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. السلام عليكم.